يلا بينا نعمل طريقة الجمبري في الكيس الحراري زي المطاعم وأحلى كتير كمان من المطاعم. بجد طريقته كانت فظيعة وعجبتني جدا. كان ناقصها شوية حاجات بس زي بتاعة المطعم وأحلى كمان. أنا هنا معايا كيلو من الجمبري غسلاه كويس جدا، وخليت الراجل يشيل الظهر الرملي من غير ما يفتح الجمبري. كنت عايزاه مقفول زي ما هو كده. أول حاجة عشان نعمله هنحضر التوابل مع بعض. هنحط معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من البصل البودر، ومعلقة كبيرة من الثوم البودر. المعلقة اللي احنا يعني بتاعت الشاي هنملاها كويس جدا حسب الكمية كمان معاكي. وهحط معلقة من البابريكا ومعلقة من الفلفل الأسود. دي التوابل، وهكتب لكم التوابل في صندوق الوصف عشان لو حد عايز يعني يعملها أو يجربها. هقلب بقى المكونات دي مع بعض كلها جدا وهسيبها على جنب. هجيب طاسة على النار وهحط فيها مكعب زبدة يكون كبير شوية. أنا عارفة إن هو يعني ممكن الناس تقول الزبدة كتيرة، بس الوصفة دي محتاجة مكعب زبدة كويس. هي ما ينفعش تتعمل بزيت، هتبقى طعمها أطعم بزبدة. هحط عليها بصلة مبشورة، وهبتدي ان انا اشوحهم. مش هشوحهم يعني احمر البصل، لا، تشويح بسيط قوي كده. اول ما تدبل البصله هنزل عليها بالتوابل اللي انا عاملاها، وهبتدي اقلب الخليط كله مع بعض لحد ما احس ان التوابل بدات ان هي كمان تتحمر، ريحتها تطلع كده في التحمير. بس انا كده، وبعد كده هنزل بمعلقه ثوم مفروم عليها فلفل احمر. لو مش متوفر عندك فلفل عادي حطي معلقه ثوم مفروم بس. هقلب بقى المكونات دي شويه مع بعض على النار، مش هخلي البصله تتحمر او تتحرق. وهعصر على الجمبري بعد ما غسلته كويس ليمونه، عصير ليمونه كامله. بس انا كده يعتبر خلصت الحاجتين اللي انا هتبل بيهم الجمبري. هنزل بكل الخليط اللي عملته ده على الجمبري، وهبتدي ان انا اقلبه كويس جدا. مش هخلي يعني مكان ما يكونش فيه التتبيله دي، لا، هتتبليه كويس جدا وقلبيه كويس جدا من تحت لفوق بالمعلقه او بالسباتيولا. بس تكوني يعني محكمه، مش هينفع بايدك لان الجمبري ممكن يعورك. لو عندك جوانتي برضو هيبقى الموضوع صعب شويه لان الجمبري شويه حامي. بعد كده هجيب كيس شوي. الاكياس دي موجوده في اي سوبر ماركت عادي هتلاقيها متوفره. هجيب كيس وهحطه في صينيه، وهبتدي ان انا ارص الجمبري بالراحه، لان الجمبري شويه يعني فيه سنون حاميه فممكن تقطع الكيس، فهنحط بالراحه خالص. هننزل حبه حبه كده في الكيس. بس هحط الكميه كلها وهقفله برضو، هقفل الكيس وهبتدي ان انا افرغ الكيس شويه. الاكياس دي لازم قبل ما تدخليها الفرن تفرغيها يعني بسكينه او بشوكه او بمقص كده، تفريغ بسيط قوي من فوق. بس هدخله على فرن يكون حامي درجة حرارة من 180 ل 200. هنحطه في الرف اللي في الوسط، هياخد معاكي حوالي يعني 40 دقيقة بالظبط، وهيكون جاهز بجد. يعني من احلى الطرق اللي انا كمان جربت بيها الجمبري. انا عملت وصفات كتير للجمبري. ده يتقدم مع رز ابيض او يتقدم مع رز سمك، بس هو بيبقى طعمه احلى كمان مع الرز الابيض. بصي لازم تفرغي الكيس قبل ما تدخليه الفرن، ضروري يا جماعه ضروري. يعني حاجه بسيطه قوي. بعد ما خرج من الفرن كان ريحته فظيعه، وكان جواه صوص كمان حلو قوي قوي قوي. جربوه بالطريقه دي. في لو عندك عزومه جربيه انت لو حابه. بجد حلو قوي وان شاء الله هيعجبكم. واشوفكم تاني في فيديو قريب ان شاء الله، وباي باي.